الباشا اللي سرح القطة. بالجملة دي بدأ الخناقة بين تالت أغنى راجل في مصر ونمبر 1، بس الفلوس بتحب الفلوس، وده علشان تتحول الخناقة ويبقى نجيب ساويرس الأب الروحي لمحمد رمضان. فيا ترى إيه اللي جمعهم مع بعض وكل واحد معاه فلوس قد إيه؟ الخناقة بدأت من مهرجان الجونة لما محمد رمضان اتسأل عن سبب غيابه عن مهرجان الجونة، فقال ساعتها: أنا دلوقتي جندي وأي دعوة تجيلي لازم تروح للشؤون المعنوية الأول، أنا كفرد تابع للجيش ما أقدرش أظهر في مكان متحرر وفي مشروبات روحية. بعدها تهدى المسائل علشان تيجي أغنية بشرى مسؤولة مهرجان الجونة تقلب الدنيا من تاني، خصوصا إنها طلعت تلمح على محمد رمضان والألقاب اللي بيقولها لنفسه بإنه نمبر 1 أو الأسد، علشان يطلع محمد رمضان يرد على بشرى ويقول: الباشا اللي مسرح القطة، جمهوري عارف إن أنا تاج على رؤوسكم. هنا بقى ما كانش ليها حل غير إننا نجيب ساويرس بنفسه يتدخل علشان يصالحهم مع بعض، وساعتها العداوة اتقلبت محبة، ونجيب ساويرس ومحمد رمضان بقوا أصحاب جدا، بيسهروا مع بعض معظم الأيام. ده حتى رمضان دلوقتي بيقول على ساويرس أبويا الروحي. تخيل إنه منحب ساويرس لمحمد رمضان بيوافق الملياردير على الظهور في إعلان المصرية للاتصالات في رمضان، رغم إنه أصلا من مؤسسين شركة موبينيل اللي بقت دلوقتي أورنج. المعروف عن نجيب ساويرس إنه حوت في البيزنس ودماغه ما بتنامش، بس في نفس الوقت بيحب الفرفشة، ويمكن ده اللي خلاه هو محمد رمضان أصحاب الروح بالروح. يعني نجيب ساويرس مثلا غني عن التعريف، ده ثالث أغنى رجل في مصر بثروة قيمتها 3.3 مليار دولار، ده حسب تصنيف الأخير لمجلة فوربس العالمية. في الفترة الأخيرة خصص حوالي نص ثروته للاستثمار في الذهب، بس مش معنى كده إن نجيب راح اشترى ذهب زيه زي بقية الناس وحطه في البنك ولا في البيت، ده اشترى مناجم ذهب من بابها. في نفس الوقت هو رئيس شركة أوراسكوم القابضة ورئيس شركة أورا للتطوير العقاري، واللي شغال دلوقتي في مشروع كبير على بعد 10 دقايق من مشروع رأس الحكمة واللي هتعمله الإمارات. برضه من أشهر مشاريعه أبراج زاد في الشيخ زايد، واللي تعتبر واحدة من أكتر المناطق الراقية في مصر. تعال بقى بص على محمد رمضان، هتلاقيه أغلى ممثل في مصر، لدرجة إن أجره في جعفر العمدة وصل ل 45 مليون جنيه، ده حسب بعض المواقع الإخبارية. صحيح إن محدش يقدر يحدد رصيد محمد رمضان في البنك كام بالظبط، لكن الأكيد إن عنده ممتلكات تبين لك قد إيه هو عمل ثروة حلوة قوي من الفن. دلوقتي بقى عنده مجموعة من الفلل والبيوت في مصر ودبي والسعودية، ده غير طبعا أسطول السيارات اللي كل شوية ينزل صوره على الانستجرام. أشهر لامبورجيني واللي كتب عليها كلمته الشهيرة نمبر 1 وثمنها 20 مليون جنيه. كمان العربية الرولز رويس واللي سعرها حوالي 14.5 مليون جنيه، ده غير العربيات البورش والبوكاتي واللي ظهر بيها أكتر من مرة. الصراحة محمد رمضان ما يتوصاش كل شوية ينزل صورة وهو لابس من أغلى وأفخم ماركات الملابس والمجوهرات والساعات اللي ثمنها بيوصل ملايين الجنيهات. في النهاية بقى تفتكر إن الصداقة بين نجيب ساويرس ومحمد رمضان هتدوم للأبد؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.